بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي أبناء الصف الأول الإعدادي، يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله رب العالمين النهاردة هنبتدي شرح أول جزء في المنهج بتاعنا، فالموضوع بالنسبة لك هيكون سهل إن شاء الله. حضرتك لو ذاكرت أول بأول في المنهج بتاعنا هتلاقي الموضوع سهل، لأن المنهج بتاعنا مليان حبة شوية، مليان أفكار، لكن هو كمجمل عام المنهج سهل ومفيش حاجة صعبة مع المذاكرة في أي مادة سواء رياضيات أو غيرها. ان شاء الله بعدين شرح الدرس بتاعنا الاولاني هيكون عباره عن جزئين. الجزء الاولاني عباره عن شرح، والجزء الثاني حل تدريبات كتاب المعاصر مع بعض. حضرتك ان شاء الله بعدين قبل ما ابتدي عاوز من حضرتك كده تجيب ورقه وقلم، وتجيب حضرتك الاله الحاسبه الجميله بتاعتك، وتقعد وتركز معايا كده وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. نقول الدعاء بتاعنا قبل ما نبتدي: اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا فاجعل اللهم الصعب ان شئت سهلا. تعال نتكلم عن الجزء الاولاني. في عندي حاجه اسمها تهيئه الدرس. ايه تهيئه الدرس؟ حاجات احنا خدناها السنه اللي فاتت واحتاجها السنه دي او ببني عليها الجزء الجديد بتاعنا ان شاء الله السنه دي. اول حاجه عندي بالنسبه لي في التهيئه، قال لي عندي حاجه انت خدت يا بطل الابطال السنه اللي فاتت، عندي حاجه اسمها النسبه. اقول له ايه النسبه يا مستر؟ المقارنه بين كلمتين من نفس النوع تعبر عن علاقه جزء بجزء او جزء بكل او كل بجزء. واحنا خدنا الكلام ده تفصيلا السنه اللي فاتت، بس احنا بنراجع كمجمل عام بحيث الحاجات ايه اتذكرها. قال لي النسبه بتاعتي كنت اعبر عنها بكذا طريقه. كنت اقول له ايه؟ A الى B ده الشكل الاولاني، او اقول له A على B ده الشكل الثاني، او اقول له A الى B. يبقى عندي كام شكل؟ عندي ثلاث اشكال. يا اما هقول له A الى B، او A على B، او اقول له A الى B. طب يا مستر انا هحتاج كلهم السنه دي؟ لا، انا هشتغل بالجزء ده لحد ما في بعض المسائل والجزء ده في بعض المسائل، او بشتغل بالاثنين مع بعض في نفس المساله. لكن هنا ايه الى بي حضرتك تحتاجها كم مسمى بيقول لك عن شكل المساله ازاي. هنحتاج نفهم الكلام ده مع بعض لما نبتدي ان شاء الله اربع مين في شرح المنهج او الدرس الاولاني. تعال نكمل جزء التهيئه مع بعض. اداني مثال، قال لي فريق غنائي يتكون من 15 شخصا، منهم 7 اولاد والباقي بنات. في كل من ياتي اكتب النسبه بين عدد الاولاد والعدد الكلي. طب هنا تعال نبص المساله بتاعتي. ادي هنا عدد الاولاد. عدد الاولاد قد ايه يا مستر؟ تقول لي مستر عدد الاولاد 7. جميل جدا. العدد الكلي بتاعنا اللي هو مين؟ اللي هو 15. او واحد يقول لي مستر مش هكتبه بالشكل ده، هقول له مستر هكتب له ايه؟ 7 الى 15. اقول له يا جميل، كلامك جميل جدا مفيش اي مشكله. واحد يقول لي مستر هقول له ايه؟ 7 الى 15. هل في ايه؟ في مشكله؟ اقول لك كل اللي انت قلته ده كلام صحيح مفيش اي مشكله. طيب تعال نبص الجزء التاني. بيقول لنا ايه؟ عدد البنات وعدد الاولاد. هو عاوز النسبه. طب هنا عدد البنات ما جبتوش في المساله، فلازم اجيب عدد البنات. طب اجيبه ازاي يا مستر؟ اذا كان عندي المجمل العام كلهم 15 وعندي 7 اولاد، يبقى هجمع ولا اطرح؟ ممتاز جدا، مركز معايا بقول لي بطرح. هقول له ايه مستر؟ 15 ناقص 7 يبقى حل كام يا بطل؟ ممتاز جدا، اللي قال لي 8. يبقى البنات عددهم بيساوي 8. طب هو عاوز النسبه بين عدد البنات وعدد الاولاد. عندي هنا عدد البنات احنا لسه جايبينهم مع بعض. هنا المساله هنا 8 على 7، او اقول له 8 الى 7، او اقول له ايه الشكل الاخير؟ اقول له 8 الى 7. ليه مستر عندهم الشكل ده؟ لان هو قال لي عدد البنات الى عدد الاولاد، فالبنات هكتبهم الاول. تعال نبص على السؤال اللي بعديه. بيقول لك العدد الكلي للفريق وعدد البنات. العدد الكلي اللي هو كام يا بطل؟ مركز جدا، قال لي 15. فاقول لي مستر 15 على عدد البنات اللي هم كام؟ ممتاز، قال لي 8. واحد يقول لي مستر هكتب الشكل ده، اقول له 15 الى 8. واحد يقول لي مستر تاني هكتبها ايه؟ اقول له 15 الى 8. كل الكلام ده صح، هو بيذكرك بس بالجزء اللي انت حضرتك خدته السنه اللي فاتت. تعال نتكلم عن جزء تاني مع بعض، يلا بينا يا بطل. السنه اللي فاتت اتكلمنا عن جزء تاني، عندي حاجه اسمها النسبه المتكافئه. قال لي يمكن ايجاد نسبه متكافئه للنسبه ما بضرب حديها في نفس العدد او قسمتها على نفس العدد. عدد صفر يعني ما ينفعش تصفر. انا مش فاكر لسه كان فاهمني الكلام ده معناه ايه. اقول لحضرتك يا بطل الابطال كمثال اللي بقول لك مثلا 2 على 5. الاولاني ده كان اسمه حد اول، ممتاز جدا مركز معايا. تحت اسمه ايه؟ طب اكيد حد تاني، ممتاز قوي. قلنا بالنسبه لنا في ايجاد النسب المتكافئه عندي حاجه من الاثنين، لا اما اضرب لا اما اقسم. يعني بالنسبه لنا ممكن هنا هضرب ايه؟ البسط والمقام. يعني بالنسبه لنا هنا اضرب ده في 2 واضرب ده في 2، يبقى المساله بقت ايه؟ بقت 4 على العشرة. واحد يقول لي مستر حضرتك طب انت قلت اقسم. حضرتك هنا بص على المساله اللي هو الاثنين على الخمسه او 50، ما اعرفش اقسم لان ده عدد اولي وده عدد اولي. لكن حضرتك لو اداك مساله مثلا قال لك هنا ايه؟ 18 مثلا على ال 20 مثلا كمثال،
ادي ممكن اقسمها او اضربها، يعني لو ضربتها كبرت الرقم مش مشكله، او تقسمها. فتقول لي مستر 18 على 20 موضوعها سهل جدا، البسط والمقام يقبلوا على نفس العدد اللي هو كام يا بطل؟ تقول لي مستر هقسم على ايه؟ هقسم على الاثنين. اقول لك ممتاز جدا. تقول لي اقسم على الاثنين، تعالى نقسم مع بعض على الاثنين. لما اقسم ده على الاثنين هيساوي 9، لما اقسم ده على الاثنين يبقى الحل 10. يبقى بالنسبه لنا اسمها النسبه المتكافئه. طب تعالى نحل سؤال مع بعض عشان نفهم اكتر الكلام ده. قال لي اكتب نسبتين متكافئتان للنسبه دي. اقول له عينيا، الموضوع بالنسبه لي مش صعب. الضرب، فبص المساله بتاعتي بقول له هنا 16 على 24 وابدا احل مسالتي. تعال نضرب مع بعض. تعال نضرب البسط والمقام في نفس العدد، بمعنى يعني اقول هنا ايه 16 مثلا في 2، وادي 24 في 2. واحد يقول لي مستر مش هضرب في 2، اضرب في 10، اضرب في 5، اضرب في اي رقم اللي يعجبك، لانه ما حددليش اضرب في كام. هضرب 2 في 6 ب 12، 2 معانا الواحد، 2 في 1 ب 2، 1 3 ممتاز يا بطل. 2 في 4 ممتاز لان 8، 2 في 2 ب 4 يبقى كده ضربتها. او اقسمها، يعني المساله بقول لنا ايه 16 على 24. تعال نبص مع بعض المساله. واحد يقول لي مثلا العددين هم الاثنين في نفس الجدول، واحد يقول لي مستر جدول اثنين، اقول له ممتاز. واحد يقول لي مستر هقسم على الاربعه، اقول له برضه ممتاز. واحد يقول لي مستر هنقسم على ايه؟ نقسم على الثمانيه، اقول له ممتاز. فحضرتك لو انت حافظ جدول الضرب فتنجز نفسك، كل ما تكون حافظ جدول الضرب ومتمكن منه هتنجز نفسك اكتر. هتقول لي مستر هقسم البسط والمقام على الثمانيه، فشوف الموضوع هيبقى بالنسبه لك سهل ازاي. لما اقسم على الثمانيه يديني 2، لما اقسم على الثمانيه يديني 3، يبقى الحل ايه؟ اتبسط بمنتهى السهوله. او حضرتك دلوقتي خلاص كبرت بقيت في المرحله الاعداديه، فممكن استعمل الاله بتاعتي الجميله بتاعتي زي ما احنا شايفين كده. هقول له مستر دوس بسط ومقام واكتب العدد بتاعنا اللي هو 16، هقول له 16 وانزل كده ايه بآلة الحلقه الجميله، اقول له ايه على 24 واجيب الناتج اقول له يساوي، يبقى الحل يساوي 2 على الثلاثه. طيب تعال ناخد مثالتين هنا بالنسبه لنا، يلا مع بعض. مثال 3، اذا كانت النسبه 3 الى 5 تكافئ النسبه دي اللي هي اكس الى 15، فوجد قيمه اكس. قال لي الموضوع سهل قوي. تقول لي مستر ما الشكل ما بحبوش، انا احب احطهم في بعض. اقول لك ممتاز، حلها فوق بعض. تقول لي مستر المساله بتاعتي، اقول له مستر اكس على 15 هيساوي مستر 3 على 5. جميل جدا يا مستر. حضرتك بص هنا، اول حاجه احط الاكس بتاعتي اللي هشتغل بيها، ادي اكس اهي. اقول له يساوي، مين بتضرب في اكس؟ اللي بتضرب في اكس احطه من تحت اللي هو 5، واضرب الرقمين التانيين في بعض، يعني اضرب ده في ده. يعني اقول له 3 في 15، ممكن اضرب 3 في 15 يديك 45 على الخمسة يساوي 9. واحد يقول لي مستر مش هشتغل كده، انا هبسطها. هقول له مستر دي على الخمسة يساوي 3، وده على الخمسة يساوي 1، واضرب 3 في 3 9. او تحط على الآلتك بتاعتك وتجيب الناتج. شوف كام اوبشن، فحضرتك ايه شغل ايه؟ شغل الجزء اللي انت عاوز تشتغل بيه، شغل من دماغك، شغل آلتك، كله سهل. بس حضرتك مرن نفسك انك تشغل دماغك عشان الموضوع بالنسبه لك يبقى سهل ولذيذ مش فيه حاجه صعبه. خدنا برضو السنه اللي فاتت عندي حاجه اسمها استخدام خط الاعداد المزدوج. إيه خط الاعداد المزدوج ده؟ مش فاكره يا مستر. كنت ابص على النسبه بتاعتي، النسبه ايه الاساسيه 3 الى 5، يعني 3 الى 5 يعني في عندي خط عدد مزدوج هنا اهو زي الشكل ده، وكل مره هيزود بالثلاثه، يعني هو ده صفر، هو هم الاثنين هيبتدي بالصفر. هقول له هنا 3، بعد كده هزود بثلاثه كمان يبقى 6، 3 كمان يبقى 9 ممتاز، 3 كمان يبقى 12، 3 كمان يبقى 15 ممتاز قوي. طب تعال النص الثاني هزود بكام؟ هزود بالخمسه، يعني يستر لي 5 اللي بعدها 10، برافو عليك، اللي بعدها هزود 5 كمان 15، 20، 25. وهو عاوز النسبه بتاعتي اكس الى 15. قال لي لما تكون الاكس حضرتك بتساوي 15، لما يكون عدد بيساوي 15 قصاد 15 كام؟ 9، يبقى عند الاكس بتاعتك بتساوي 9. شوف الموضوع سهل ازاي؟ يعني حضرتك حلتها بالطريقه دي اوكي، حلتها بالطريقه دي اوكي، بس تقول لي مستر مش متذكر دي قوي، فاقول لك مش مشكله بالنسبه لي، بس انت ايه حضرتك لان هشتغل بالجزء اكتر، انت كده لازم تحتاج جزئين او تركز على الجزئين، لان او تعرفهم هما الاثنين، لان دي حاجات احنا خدناها السنه اللي فاتت، وبعض المسائل بضطر احتاجها اقول لك واذكرك بيها، فحاول تركز معايا في الجزء بتاعنا. تعال نتكلم على جزء تاني مع بعض، يلا بينا. كتابة النسبة في أبسط صورة. يمكنك كتابة النسبة بأبسط صورة بقسمة إيه؟ بقسمة حديها على العامل المشترك الأكبر بينها، قسمة حديها على نفس العامل، حيث يكون العامل المشترك بين حديها هو الوحدة الصحيحة. يعني إيه الكلام ده يا مستر؟ تعال نفهم مع بعض. يعني حضرتك النسبة دي الشكل ده، أنا ممكن حضرتك زي ما هنقول من شوية، هقول لمستر 30 على 20، خد بالك أنا ببتدي من الشمال مش ببتدي من اليمين. فتقول لي مستر الحدين بتوعنا البسط والمقام يقبلوا اسم على نفس العدد. ازاي مستر على نفس العدد؟ تقول لي مستر هقسم على 10، اقول لك ممتاز جدا، هقسم فوق على 10 وتحت على 10، يبقى كام في 10 ب 30 ممتاز قوي، قال لي 3،
كام في 10 اديني ايه 20. برافو عليك، لا الاثنين. روح سهل يا مستر، مفيش حاجه صعبه. واحد يقول لي يا مستر لا مش هحلها بالطريقه دي، هحلها بطريقه ثانيه، الا وهي ايه؟ هقول له يا مستر هقول له اكتبها 30 الى 20. ايه ده؟ هكتبها زي ما هي وابدا احلها. هقول يا مستر هقسم البسط والمقام على 10. بص كده، يعني حضرتك لو عملتها بسط ومقام هتقسم 10 مرتين تبقى كده، لكن كده تحط 10 واحده. تقول لي يا مستر 30 على 10 يساوي 3 والتاني يساوي 2. ايه الموضوع سهل، مفيش حاجه صعبه. طيب عندي حاجه اسمها المعدل. المعدل هي نسبه تقارن من كميتين مختلفتين في وحدات القياس، لكن النسبه اللي اتكلمت عنها من شويه كانوا لازم يكونوا نفس الوحده. تعال نفهم يعني ايه المعدل كمثال. قال 180 كيلو متر في 3 ساعات. يعني لاحظ ان الكيلومتر واحد متر والساعه وحدتين مختلفتين، يعني بالنسبه لي الكيلومتر والساعه حاجات مختلفه عن بعضها. وعندي بصيغه المعدل بحيث يكون مقامه مساويا لواحد وهو اقول عليه معدل وحده. طب ذكرني كده يا مستر، زمان كنت اقول لحضرتك ايه 180 كيلومتر على مين؟ على الثلاث ساعات. كنت احلها ازاي؟ كنت اقول لمستر عادي هقسم 180 على 3 يساوي ايه؟ يبقى انزل الصفر الاول اقول له 18 على 3 يساوي 6، يبقى 60 كيلو متر. كنت احط شرطه كده بقول له لكل ايه؟ لكل ساعه. يبقى 60 كيلو متر كل ساعه، الوحدات مختلفه لكن الموضوع بالنسبه لي سهل. يبقى انا هنا اتكلمت عن جزئين، الجزء الاولاني اتكلمت عن النسبه، الجزء الثاني اتكلمت عن المعدل. اتكلمت عن النسبه وعرفت ان ازاي اجيب النسبه المتكافئه، عرفت ازاي اجيب النسبه المتكافئه وازاي عرفت ابسطها. المعدل ده اتكلمت عنه بشكل مجمل ان هو بعرف ابسطها عادي بس تكون بالنسبه لي النسبه المختلفه. طب يلا بينا نشتغل ليه، نخش على ايه الدرس بتاعنا. درس سهل ان شاء الله مع مين؟ الدرس الاولاني. الدرس الاول بتاعنا بنتكلم عن حاجه اسمها التناسب. ركز معايا كده عشان خلاص دخلنا ايه دخلنا في المنهج بتاعنا. قال لي التناسب حضرتك ايه؟ قال لي تساوي نسبتين او معدلين. النسبه اتكلمنا عنها من شويه، النسبه وان نقارن الكميتين من نفس النوع والوحده، لكن المعدل كميتين مختلفتين. طب اديني مثال هنا. قال لي مثال نص تساوي نسبتين. انا عامل نص اجيب له نسبه ثانيه، هضرب مثلا البسط والمقام زي ما اتفقنا، ولا نجيب النسب المتكافئه. بعد المستر يقول لي اضرب في 2 اضرب في 3 اضرب في 4، انا هقول له اضرب مثلا في 5. 1 في 5 ب5، اضرب ده في 5 يدينا 10. يبقى النسبه دي والنسبه دي بيساووا بعض، يبقى هنا بالنسبه لنا اهو ده النسبه، او هنا النسبه دي يساوي النسبه دي. لما يكون نسبتين بيساووا بعض يبقى اسمه ايه؟ اسمه تناسب. يبقى تساوي نسبتين. طيب ده على الاقل، يعني ممكن اكتر من حاجه، بس انا هشتغل مع ايه؟ تساوي نسبتين بس. يعني الشغل كله في التناسب هيتعامل مع نسبتين بس. بيتكلم مع كده بقول لي هنا ايه؟ كمثال 4 بيضات لكل واحد كوب. واحد مستر يقول لي هضرب ده في 2 يبقى هنا يساوي 8. اضرب ده في 2، 1 في 2 يساوي 2، يبقى 8 بيضات ياخد 2 كوب. 4 بيضات يساوي 1 كوب، يبقى هنا تساوي معدلين. يبقى ممكن اساوي نسبتين او تساوي ايه؟ معدلين. يبقى التناسب تاني تساوي نسبتين او معدلين على الاقل. تعال نتكلم مع بعض عن حاجه اسمها كتابه التناسب. ايه كتابه التناسب دي؟ النسبتين دول بتوعي حد اول تاني تالت رابع. احكيهم ازاي؟ هقول له A على B C على D. التاني الجزء ده يا مستر ده حد اول حد تاني حد تالت حد رابع. مثال هنا قال لي 3 على 4، 3 و4 و6 و8 كميات متناسبه، فاقول له 3 على 4 و6 على 8. تمام كده؟ طيب انا عندي في جزء مهم جدا هتكلم عنه دلوقتي اللي هو حضرتك ايه؟ ان هنا في عندي جزء كده اضرب دول في بعض ودول في بعض. اللي دول في بعض اسمهم طرفين، والجنب التاني اللي هما سي في دي اسمهم وسطين. قال لي حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. وده خد بالك ده اول جزء حضرتك لازم تكون ايه؟ تركز عليه وتحفظه لي معايا كويس قوي. يبقى حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. مثال 3 على 4 و6 على 8. لما اضرب هنا حضرتك 3 في ايه؟ 8 يساوي 24. لما اضرب 4 في 6 برضه هيساوي 24. يعني لما اضرب هنا حاصل ضرب الطرفين او الضرب التبادلي يبقى حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. طب اديني مثال يمثل كده عشان نفهم اكتر. اقول لك يلا بينا يا بطل. قال لي حدد من ايه؟ اي من الازواج التاليه يمثل تناسبا. طب تعال نبص مع بعض هنا. هضرب الجزء الاولاني هقول له ايه؟ 6 في 8. ايوه يا بطل 6 في 8 بكام؟ انا سامعك بتقول لي 48. ممتاز. هضرب بعد كده اقول له 3 في 10. 3 في 10 ب 30. طب هل دول يمثلوا ايه؟ تناسبا؟ اقول له لا طبعا مستحيل يمثلوا تناسبا. ليه يا مستر؟ لان عندي هنا الجزئين ما يمثلوش بعض. لما ضربت 6 في 8 يساوي 48، 3 في 10 ب 30. يعني هنا 6 على 10 لا تساوي يا بطل
3 على 8 ما يساويش بعض. طب هنا هاخد سؤال تاني، هنا اضرب معايا. هقول له 12 في 10 بيساوي كام يا بطل؟ بيساوي 120. لو ضربت هنا 8 في 15 اضرب كده معايا. 8 في 5 ب 40، صفر معانا. ايوه يا بطل 4. 8 في 1 ب 8 و4 12. ايه ده؟ نفس العدد. ايوه يا بطل. يعني هنا حضرتك ال 12 على ال 15 بتساوي ال 8 على 10. هنا بالنسبه لنا ايه؟ دول يمثلوا تناسبا. يبقى ما دام هنا بيساووا بعض يبقى يمثلوا تناسب، ما يساووش بعض يبقى لا يمثلوا ايه؟ تناسبا. التدريب بتاعنا بيقول لي حد اي من الازواج التاليه يمثل تناسبا. تعال نحل ايه؟ كل جزء مع بعض. انا عندي هنا رقم واحد هنحلها مع بعض. نفس الكلام اللي احنا عملناه في المره اللي فاتت. حاصل ضرب الطرفين مع بعض وحاصل ضرب وسطين مع بعض واجيب الناتج. يعني هقول لمستر هنا اقول له 7 في 10 ممتاز يساوي كام يا بطل؟ سامعك بتقول لي 70. اضرب اللي هو ايه؟ الوسطين اللي هم مين؟ 5 في 14. اضرب معايا. 5 في 4 ب 20 ممتاز. صفر معانا الاثنين. 5 في 1 ب5 و2 7. يبقى هم يساوي نفس الناتج. حاصل يقول لنا ايه؟ اقول له حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. طيب يعني هنا بالنسبة لنا ال10 على ال14 هتساوي 5 على 7. تعال نحل هنا الجزء التاني مع بعض. يلا بسم الله. نفس الكلام اللي عملته في ايه؟ المسألة الأولانية هعمله في التانية. هضرب مين في بعض؟ أيوه سامعك يا بطل. هتقول لي مستر 3 في 21 وأجيب الناتج وأضرب 4 في 9. طب اضرب معايا 3 في 1 ممتاز ب 3. 2 في 3 ب 6. طب 4 في 9 بكام؟ برافو عليك ب 36. ده 63 ده 36. يبقى عندي بالنسبة لنا 3 على 9 لا يساوي 4 على ال 21. طب تعال نبص الجزء بعدها. يبقى هنا ايه؟ يبقى ده لا يمثل تناسبا. ده لا يمثل تناسبا. وده يمثل تناسبا. يمثل تناسبا. طيب اللي بعدها هنا انا عندي الشكل ده ما يخضنيش عادي. انا عندي المسألة دي 2 على 5 صح؟ والتانية او اللي بالنسبة لنا التانية 3 على 10. هضرب حاصل ضرب الطرفين حاصل ضرب وسطين واشوف ناتج كل واحدة فيهم. يعني اقول له 2 في 10 بيساوي 20. والتانية اضرب 3 في 5 بيساوي 15. هل النسب زي بعضها؟ لا. فبالتالي هقول له 2 على 5 لا تساوي اللي هي ايه؟ 3 على 10. يبقى لا تمثل تناسبا. لا تمثل تناسبا. يبقى عشان اعرف تمثل تناسبا بعمل حاصل ايه؟ ضرب التبادلي او حاصل ضرب الطرفين وحاصل ضرب الوسطين وابدا احل مسالتي. هتلاقي الموضوع بالنسبه لك سهل ان شاء الله رب العالمين. تعالى يلا بينا نتكلم عن الجزء الثاني مع بعض يا بطل. حل التناسب. المقصود بحل التناسب ايجاد القيمه المجهوله في التناسب. يعني اديني مثال هنا. حل كل من التناسبات الاتيه. انا عندي عاوز اجيب الاكس. اقول له اكس بتساوي اللي بتضرب في الاكس احطه من تحت. يعني اقول له هنا 6 واضرب 10 في 9. يبقى المسألة بتاعتي بقت 90 على مين؟ 90 على 6. يبقى عندي اكس بتساوي. حضرتك شغل الآلة بتاعتك، الآلة الجميلة بتاعتي. تعال نبص مع بعض يلا. هقول له مستر 90 على ال6 واجيب الناتج. اقول له يساوي هتساوي 15. او حضرتك يا بطل ممكن تقول لي مستر مش هعملها كده، هعملها ايه؟ كلها في خطوة واحدة. بمعنى ايه؟ احط بسط مقام. هقول له مستر 10 في 9 وانزل بالسهم بتاعي على ال6 واجيب الناتج هيساوي 15 في خطوة واحدة. طب تعال نجيب المسألة دي. انا عاوز بالاكس. مين بيتضرب في الاكس؟ 21. يعني اقول له اكس بتساوي اللي بيتضرب في الاكس حطه من تحت واقول له 15 في 14. يلا آلتك الجميله معايا. هقول له ايه؟ بسط مقام. هقول له 15 في 14 على 21 واجيب الناتج الجميل بتاعي هتساوي 10. يبقى عندي اكس بتساوي 10. تعال نخش على المثال بعدها. ما ياخدنيش شكلها. هقول له 2 على 8 بتساوي اكس زائد 1 على 12. انا عندي عاوز اجيب الجزء اللي فيه اكس. الجزء ده هقول له اكس زائد 1 بتساوي اللي بتضرب في اكس اللي هي 8 انزلها من تحت واضرب دول ببعض. يعني اقول له 12 في 2. يعني اقول له اكس زائد 1 لما اضرب دول ببعض دي 24 على 8 يساوي ايه؟ يساوي 3. خدنا حل المعادلات السنه اللي فاتت. اودي الواحد عكس الاشاره. يبقى عندي المساله بتاعتي اكس بيساوي 3 ناقص 1 بيساوي 2. او حضرتك كبطل الابطال كده تقول لي مستر ايه الرقم زائد 1 بيساوي 3 اللي هو ايه؟ اللي هو 2.
يلا بينا ناخد جزء تاني مع بعض يا بطل. مثال: اذا كانت كل من الكميات التاليه متناسبه فوجد قيمه اكس. ده جزء جديد لكن مش صعب. اول المساله بتاعتي بقول له 4 على ال 12 هتساوي 20 على اكس. انا عاوز الاكس. مين بتضرب في اكس يا بطل؟ تقول لي مساله سهله، الاربعه. يبقى احطها من تحت واضرب مين في مين. ممتاز. قال لي ايه؟ 20 في 12. هقول له بسط مقام تاني، هقول له 20 في 12 على ايه؟ على 4. ممتاز. الحل يساوي كام؟ يساوي 60. يقول اكس هتساوي 60. يلا مين يقول معايا كده؟ هكتب مع مين؟ ايوه يا بطل، برافو. 4 على 7 يساوي، ممتاز، اكس على 35. ممتاز قوي. يبقى عندي اكس بيساوي مين بضرب في اكس؟ برافو 7. هضرب مين في مين؟ 4 في 35. انا ممكن اشغل عقلي واحل مسألتي من غير استخدام آلة الحاسبة. بقول له 35 على 7 يساوي كام؟ يساوي 5. يبقى 5 في 4 يساوي 20. حضرتك عاوز تعمل آلة الحاسبة بتاعتك مفيش اي مشكلة بالنسبة لي. تعال نخش على الجزء اللي بعدها. اقول له 3 على مين؟ ايوه يا بطل، اكس ناقص 3 يساوي 12 على مين؟ برافو عليك 8. اللي بتضرب في الاكس اللي هي 12. بص كده، ده الضرب في ده، يبقى اقول له هنا اكس ناقص 3. اللي بتضرب في الاكس حطه من تحت اللي هي 12، واضرب اقول له 3 في 8. 3 في 8 بكام؟ ب 24 على 12 يساوي ايه؟ يبقى 24 على 12 بيساوي، ايوه سامعك يا بطل اللي قلت لي 2. طيب ودي الواحد ايه؟ ودي الثلاثه عكس الاشاره. يبقى المساله بتاعتي ايه؟ 2 زائد 3 يبقى حل يساوي 5. حاول بنفسك اذا كانت كل من الكميات التاليه متناسبه فوجد قيمه اكس. يلا بينا يا بطل. هنا الجزء هنا اقول له ايه؟ 8 على اكس يساوي ايه؟ 48 على ال 30. 8 في كام؟ يساوي ايه؟ 48. تقول لي مستر 6. يبقى كام في 6 يساوي 30؟ تقول لي 5. او حضرتك حلها بخطوات اللي هنحل بيها عادي. اللي بتضرب في الاكس اللي هي 48 احطها من تحت واضرب 8 في 30 واجيب الناتج بتاعي. تعال نبص كده لو عم استعملنا آلة حاسبة. هقول له مستر بسط مقام عادي، هقول له 8 في 30 وانزل بالسهم الجميل بتاعي على مين؟ على ال 48 واقول له يساوي، هتساوي حق 5. تعال نحل المسألة اللي بعدها. يلا مين يساعدني يا ابطال؟ ايوه، اكس على مين؟ اكس على 2 بيساوي 3 على 6. الاثنين بقت 6 ضرب في 3 يبقى هي الرقم اضربه في 3 يديك 3. ايوه سامعك يا بطل اللي قلت 1. او اقول له اكس مستر بيساوي اللي بتضرب في اكس اللي هي 6 احطها من تحت واقول له 2 في 3. 2 في 3 ب 6. 6 على 6 يساوي 1. اللي بعدها هنا ادي عندي هنا 40. 40 على مين؟ على 2 اكس يساوي ايه يا بطل؟ 5 على 7. برافو عليك. يبقى عندي 2 اكس بتساوي ايه اللي بتضرب في الاكس؟ الخمسه احطها من تحت واضرب 40 بالنسبه لنا مين؟ في 7. برافو عليك. يبقى المساله بتاعتي هنا 2 اكس بتساوي 40 على ايه؟ 5 يساوي مين؟ يساوي 8. 8 في 7 ب 56. يبقى انا عاوز الاكس بس. يبقى الاكس بتساوي 56 على الاثنين. يساوي كام يا بطل؟ انا سامعك اللي قلت لي 28. او حضرتك تشغل آلتك ايه السحريه الجميله بتاعتك كده. يعني ناخد جزء جزء. هقول له 40 في 7 على الخمسة اقول له يساوي، يبقى 56. الناتج اللي انا جبته هقسمه على 2 اهو. يبقى الحل يساوي 28. برافو عليك يا بطل. تطبيقات حياتيه على التناسب. بيقول لي ان تستهلك سياره 3 لترات من البنزين لقطع مسافه 33 كيلو متر. فكام لتر تحتاجها من البنزين لقطع مسافه 121؟ هي سيارات بنفس المعدل. حضرتك احنا تعالى نحل بنفس الطريقه اللي كنا نحل بيها زمان. هو بيتكلم دلوقتي عن ايه؟ عن حاجتين. ان السياره بتمشي حضرتك باللتر، حط لها ايه حضرتك؟ تحط لها بنزين هتمشي كام كيلو متر. يبقى بيتكلم عن حاجتين. طب ازاي مستر اجيب الوحدات دي؟ كل عدد او كل رقم موجود عندك هتلاقي ايه جنبه كلمه. كل عدد هتلاقي جنبه كلمه. يبقى هتكلم عن اللتر والكيلومتر. هو حط لها 3 لتر مشي 33 كيلو متر. طب لو حط لها ايه؟ حط لها كام عشان تمشي مسافه 121؟ طب تعال نبص مع بعض. يعني عاوز اجيب الاكس، يبقى اقول له اكس بتساوي كام يا مستر؟ هقول له ايه؟ 3 في 121 على ال 33. تعال نختصر مع بعض. على الثلاثة فيها الواحد، على الثلاثة فيها ال 11. يبقى اقول له 121 على الثلاثة يساوي كام؟ يساوي 11. او حضرتك كبطل كده تحط على الاقل الحسبه بتاعتك. هتقول لي كده تعال نبص مع بعض كده مع بعض. يلا بسم الله. هقول له ايه؟
بسط مقام عادي، هقول له 3 في 121 وانزل بالسهم بتاعي على ال 33 واجيب الناتج الجميل هتلاقيه يساوي 11. واحد يقول لي مستر أنا مش هحلها بالطريقه دي، هحلها بالطريقه الثانيه اللي هي ايه؟ هقول له مستر 3 هي حاطه لها 3 لتر، مشيت مسافه قد ايه؟ 33 كيلو متر. طب احط لها يا مستر قد ايه هنا عشان تمشي مسافه 121 واجيبها بالشكل ده؟ هقول لمستر يبقى اتضرب في اكس اللي هي 33، احطها من تحت زي ما عملنا كده، يعني اقول له اكس بيساوي ال 33 من تحت واضرب 121 في 3 واجيب الناتج الجميل بتاعنا اللي هو 11. بس يفضل حلها بالشكل ده، هتلاقي بالنسبه لك سهل. طب ليه يا مستر؟ هقول لك دلوقتي لما نحل المثال التاني مع بعض. قام مصطفى بتعبئه 120 كرتونه في 3 ساعات، فوجد الزمن اللازم لتعبئه 200 كرتونه. هبص على المساله بتاعتي، هو بيتكلم عن ايه؟ على الكراتين والساعات. يعني هو بالنسبه لنا كرتونه وساعه. عمل 120 كرتونه في 3 ساعات. طب هيعبي كام كرتونه؟ لو عبى 200 كرتونه هيعبيها في كام ساعه؟ اقول له سهل قوي، يبقى اقول له اكس. مين بيتضرب في اكس يا بطل؟ اعمل مقص. يبقى بيتضرب في اكس اللي هي ايه؟ 120، احطها من تحت واضرب اقول له 3 في 200. يبقى عند اكس بيساوي لما اضرب دول في بعض 3 في 200 يساوي 600 على 120، او احلها في خطوه واحده. بمعنى ايه؟ اشغل آلة السحريه بقول له يا مستر 3 في 200 على مين؟ وانزل بالسهم بتاعي على 120 واجيب الناتج اقول له يساوي، يبقى الحل يساوي 5. يبقى يحتاج 5 ساعات. تعال ناخد مثال تاني مع بعض. يحتاج عمل حلوى الى 5 اكواب من السكر لعمل 3 فطائر، فكم كوبا يحتاج من السكر لعمل فطائر؟ يبقى بيتكلم عن ايه هنا؟ بيتكلم عن الاكواب، بيتكلم عن الفطائر. طيب هو حط 5 اكواب عشان يعمل 3 فطائر، فكم كوبا محتاج الاكواب؟ يحتاج من السكر لعمل 15 فطيره. ادي عندي اكس، مين بيتضرب في الاكس؟ اللي قصادها اللي هي 3، احطها من تحت واضرب 15 في 5. 15 على 3 يساوي 5، 5 في 5 يبقى يساوي ايه؟ 25. او حضرتك تستعمل الآلة بتاعتك يا جميل. تعال ناخد جزء تاني مع بعض، يلا بينا يا بطل. اخر جزء في الدرس بتاعنا حاجه اسمها التمثيل البياني للتناسب. في شروط. اول شرط اذا كانت النقط تقع على خط مستقيم يمر بنقطه الاصل. زي ما هنا كان عندي حاجه اسمها نقطه الاصل، كنت اديك هنا ارقام وهنا يبقى في ارقام، والنقطه هي نقطه الاصل، يعني بيديك الشكل ده. قال لي هنا تمثل اذا كانت نقط تقع على خط مستقيم، يعني النقط اللي عاملها هنا تديك خط مستقيم وتعدي بنقطه الاصل. يعني لازم يكون خط مستقيم كده اهو، ما ينفعش يكون عندك كيرف يعني عامل كده والشكل ده كيرف، او هنا مثلا يكون عندك ايه خط مستقيم عامل كده، ما ينفعش. عشان يكون ممثل خط تناسبي لازم هنا تعدي نقطه الاصل تعمل خط مستقيم. الجدولان التاليين يوضحان المسافة بالكيلومتر التي تقطعها سيارة. مثل بيانات العلاقة بين المسافة والزمن، ثم حدد إذا كانت المسافة بالكيلومتر متناسبة مع الزمن أم لا. اداني هنا سؤال كده، المسافة المقطوعة والزمن والمسافة بالكيلومتر. أدي عندي هنا في عمل الشكل بتاعنا في محور رأسي ومحور أفقي. أدي عندي هنا الزمن، فابتدى هنا 1 2 3 لحد 5. ابتدى بالرقم هنا 70، فبقى ده كل مره 70 70 140 210 نفس الكلام. تعال نمثل مع بعض 71. ادي 1 بطلع لحد 70 نحط نقطه. اللي بعدها الثلاثه الاثنين وال 140، الاثنين وال 140 ادي الجزء بتاعنا. بعد كده الثلاثه وال 210، الثلاثه وال 210 الجزء اهو. الاربعه ومين؟ وال 200. بص كده حضرتك لو مثلتهم كده هتلاقيهم ايه؟ تعال نبص تاني مع بعض يلا بطل. الجزء الثاني اذا كانت المسافه مقطوعه الزمن بالساعه والمسافه بالكيلومتر. انا عندي هنا ايه؟ الساعه اديها لي 1 2 3 4 لحد 5، زود واحده مش مشكله. دول بس هزود بال 40، هقول له 40 80 120 260 200. انا عندي واحد وهنا بالنسبه لنا مين؟ ادي ال 80. فين ال 80 يا مستر؟ ادي ال 80 ادي نقطه. طب بص بعدها الاثنين وال 100، 2 وادي ال 100. فين ال 100؟ مش موجود يبقى في النص اهو، ده بتكلم عنه. طب بعدها 3 واللي 190. بص هنا ادي النقطه بتاعتي قريبه ل 200. الاربعه حضرتك وال 260 وادي 260 في النص. هل هم في خط مستقيم؟ لا مستحيل يديني خط مستقيم.
يبقى احنا كده بالنسبه لنا اتكلمنا عن شويه اجزاء بالنسبه لي. اول حاجه اتكلمنا عن النسبه، اتكلمنا عن النسبه التمهيد بتاعنا، اتكلمنا عن المعدل، اتكلمنا عن التناسب. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.